السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيتي. مرحبا بكم لهنا في ولاية الطارف مدينة القالة. بالصدفة لهنايا كنت قاعدة نحوس وتلاقيت مع جماعة اللي عاملين غوستو، قال التونسي كما عاملين جو لهنايا، قاعد يصيد وكلش. وفي الحوار وانا وياه قاعدين نديو ونجيبوا على حكايات. قال لي والله الناس تدهش باش تشري الجمبري الرمادي، هي لما تسكن الغاليه تاع البحر. قال لي انايا قاعد نصيد بالجمبري هذا. بوزالي كيستيون بياج، قال لي واش تشوفي فيها هذه جمبري رمادي واش النوع؟ قلت له انا يعني كيما شفتها عرفتها، قلت له الطول تاع اللاك، هذه تاع اللاك البحيره باللغه العربيه بحيره، فوالا المالحه هذه فيها سرهم. قول لهم هذه ما الشكل تاعها شكل كروفات، بس ماشي كروفات حقيقيه. هي كي تشوفوها هكذا يكون فيها خط الاستوما تاعها، ايوا خط اسود هكا، هذه تسمى كروفات. مي هذه لا، نجم نقولها شفرات، ماهيش كروفات يعني اصليه. بصح هذه من نوع الجمبري الرمادي، عائله المتسقون. عائله المتسقون، جمبري رمادي هذا. هو تجي هذا الحوات تجي هذه ارخص يعني نجم يصيد بها. اضيفو قلت لي تصيد تحكمت انا الكراب، الكراب تصيد بالكخاب، الكخاب فوالا. باه تصيد الاخر كالامار ساتش، كالامار ساتش صغير، من نوع صغير ماشي بالكبير. بتي كالامار ساتش، فوالا. مليح. واش تصيد واش تحكم قاعد تعمل غوستو؟ والله الحوت البحر مرزاق يعني والله كيما نقولهم هو واش عطاك المولى وش يجي هذاك هو صح في الابلاج. وش يجي هذاك يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله امين. ان شاء الله نعرفت خير خويا. صافي بليزير كي تلاقيتك وهضرت معاك يعيشك ربي يخليك. ونشكرك يعني انا راني فرحان. يعيشك والله. انا كيف ان شاء الله ربي يدوم قسطوك ان شاء الله.